السلام عليكم. ازي حضراتكم؟ إيه الاخبار؟ كله تمام. في جزئيه عايز اتكلم عليها في 3 4 5 دقايق بالكتير قوي، وهو الفرق ما بين التسويق الماركتينج وتطوير الاداء باستخدام الميديا. النهارده انا عندي قناه على اليوتيوب، عليها الاف المتابعين على القناه لفيديوهات اللعيبه. الموضوع بالنسبه لي هو مش موضوع تسويق، انا مش بتربح من القناه نهائي. بدليل المقاطع الموسيقيه اللي انا بركبها في الفيديوهات هي بيبقى عليها حقوق ملكيه اصلا، ف عشان كده انا مش بتربح منها. المهم بالنسبه لي هو ان انا اعمل الحاجه بشكل كويس، وفي نفس الوقت القناه ان انا بحفظ عليها شغلي، ومع الوقت بقت مصداقيه لناس كتير ان هي بتتابع عليها لعيبه انا بعمل لها شغلها. القصه بالنسبه لي ان الموضوع تطور، ان النهارده بقى في عدد، يعني الحمد لله لا بأس به، من اللعيبه على مستوى انديه مصر بيعملوا شغلهم معايا، ولكن شغلي ليه طريقه مختلفه مع تطور فكري والبحث على كل ما هو جديد في الشغلانه. ان انا الموضوع مش مجرد ان في حد بيجيب لي مجموعه ماتشات فبعمل منها فيديو تسويقي او هايلايتس او كده وبعمل له ابلود على اليوتيوب والناس بتشوفه والناس تسقف والله ده لعيب كويس. لا، الموضوع مش كده خالص بالنسبه لي. اللقطه الاخيره بالنسبه لي في ان انا بحط الفيديو على القناه عندي، ولكن ده ناتج شغل شهور، وهو الموسم كله. يعني ايه؟ يعني انا بيبقى في مجموعه لعيبه بيصدروا لي شغلهم اول باول، شغل المباريات اللي لعبها في خلال الشهر. بعمل تفصيص لكل حاجه بيعملها، بعمل شغله السلبي شغل الايجابي، بعمل له تقرير بالفيديو، ببعت له تقرير اول كل شهر عشان يشوف هو واقف فين. بياخد الشغل دوت، في ناس بتشتغل عليه سواء كان تطوير فني او تطوير بدني، بيشوفوا الشغل اللي انا بعمله، بيشوفوا النواقص اللي عنده ايه، بيشوفوا هو تطور في ايه. الشهر اللي بعده بيبدا الشغل يجي لي شغل المباريات، ببدا اعمل مقارنه وابدا اعمل ريبليس ما بين الاولاني وما بين التاني، ويبدا الراجل اللي بيشتغل عليه تطوير فني وبدني، اللي هو اذا كان مخطط احمال او اذا كان مدير فني، حد شغال برايفت، الكلام ده كله، او حتى المدرب بتاعه في النادي، بيبدا يبني على الشغل اللي انا بعمله له وبيشوف الدنيا شكلها ايه. اخر الموسم خالص بنبدا نشوف احنا وصلنا لغايه فين عشان نطلع الخمس ست سبع دقائق اللي هو الفيديو التسويقي للاعب. بقول عليه تسويقي لان هو المتاح عندنا الكلمه ديت، ولكن انا بس بقول ان الشغلانه دلوقتي ما بقتش ماركتنج بالنسبه لي خالص. الشغل التسويقيه جت لوحدها، ناس بتتابع الشغل على اساس ان في مصداقيه في شغلي اللي انا بعمله للاعب. النهارده منظومه ولي الامر او اولياء الامور بداوا يتجهوا اتجاهات الى ما بعد، ووصلت اليه الانديه كمان. الناس عايزه توصل بولادها لحته تانيه خالص، تشتغل على ولادها في تطوير كل حاجه، تطوير ادائهم الفني، ادائهم البدني، الخططي، كل حاجه حتى التغذيه. فبالتالي انا فرد او ترس من ضمن المنظومه اللي بتساعد ان انا اوصل اللاعب في الاخر هو وصل لفين. فاذا الموضوع دلوقتي ما بقاش بالنسبه لي موضوع هايلايتس عشان اوصل الرساله للناس، هو موضوع ده ناتج عن شغل موسم. فبالتالي في فيديوهات كتير بتنزل على القناه عندي للاعيبه من انديه مختلفه، دي اللعيبه اللي انا بعمل لها شغل خلال الموسم، زائد اللعيبه اللي هي ممكن تجي لي تجيب لي مباراه وتقول لي فعلا انا عايز اعمل فيديو تسويقي، اعمل لي شغلي بشكل كويس بشكل محترم فنيا، يليق ان الفيديو يخاطب مدير فني ويقتنع بهذا الكلام. انا فعلا بعمل الكلام ده، بالاضافه ان انا بديله الحته الثانيه، وهي ان انا في الاخر لازم اعمل له ريبورت او تقرير مرئي بكلام مني، مصدقا بفيديوهات او في مواقف فنيه بالفيديو من الملعب، ان الحاجات دي عندك مشاكل فيها، ابدا طورها، ابدا خد الشغل دوت روح اديه للناس اللي هتشتغل عليك وهتطورك وهتبقى افضل. بلس اللي عندك الموضوع هتروح في حته تانيه خالص. فلازم التقرير الفني بعمله لاي حد بعمل له شغل عشان اوصل بيه نقطه معينه، عشان لو جالي الموسم اللي جاي يبقى ليه ملف عندي او ليه فايل عندي اقدر ان انا اعمل له ابديت لشغله الجديد واساعده ان هو يطور اداؤه. الشغلانه كلها تطوير اداء، مش هايلايتس. شكرا جزيلا.